دايما عندي سؤال كده بحب أسأله للناس: إيه أول شعور بتحسه أول ما تصحى من النوم؟ بحس إن الحاجة دي بتعبر عن صحته النفسية. يعني هو قال أنا بحس بشعور كويس وأكون متحمس اليوم، في الغالب نفسيا بيكون فعلا متحمس وحابب اليوم، ولو لأ فبرضه في الغالب بيكون توقع يعني إنه مش حابب اليوم أو حياته دي. أنا بحاول أعرف ده لأني أنا شخصيا دايما بصحى من النوم كأن في حجر أسود كبير في صدري. مش عارف انا جبت الوصف ده منين، بس هو الوصف الفعلي للشعور ده. ولكن بعد ما بحثت اكتشفت ان ده اسمه morning depression، وغالبا سببه ان البيولوجيكال كلوك او الساعه البيولوجيه للانسان مش منتظمه. بيصحى في ايام في الصبح وايام بيصحى الظهر، يعني ما فيش انتظام في نومه، وقت صحيانه ووقت نومه، وده مرتبط بقى بالكورتيزول والاشياء دي. فده اللي أنا بحاول اعمله واشوف ايه المسبب ده المشاعر دي. الفكره انه بعد ساعات بس خلال اليوم الامور كلها بتكون عادي كويسة، أو just living my life والحياة حلوة. الشغل الحاجة اللي كنت بحبها، الشغل بحبه، أنا بحب الشغل وبحب تقريبا كل شيء بعمله أو كنت عملته قبل كده. ولكن في أول تقريبا نص ساعة من اليوم عقلي بيدور على كل شيء في حياتي أو موجود، أو كل شيء أنا بعمله ويخليني مش حابه. حلوة شكلها بصراحة. الساعة تقريبا 11 وأنا خلصت شوية شغل، لكن هكمل بقى في كافيه، هنزل اشتغل في كافيه. فبحس شوية بقى عن المورنينج ديبريشن. شفت ان الحل ان انا بس اصحى في نفس الوقت كل يوم عشان الساعة البيولوجية تتظبط. فلو انت عندك مورنينج ديبريشن اصحى بدري بس، او اصحى يعني ظبط نومك. مش لازم تظبطه تصحى بدري، بس اصحى ونام في وقت منتظم. لازم انت اللي تغيره، لازم انت اللي تاخد القرار وتغير ده، زي اي حاجة في الدنيا. يعني انا بفضل في السرير تقريبا ساعة مش قادر اقوم ومش عايز، لان المشاعر السلبية مسيطرة عليا. فلازم اقوم بقى واغيرها، لازم اتحرك واقوم واعمل رياضة واعمل حاجة معينة عشان اغيرها. وده بيحتاج بقى قوة ارادة، وفي وقت المشاعر السلبية بتكون موجودة تبقى قوة الارادة مش موجودة تقريبا. فموضوع صعب، وصعب ان انت تخرج منه، بس عشان تخرج منه لازم تقرر انك تخرج منه. الموضوع غريب لان انت يعني الانسان مبيبقاش حابب المشاعر دي وعايز يتخلص منها، بس عشان تتخلص منها لازم تقوم وتتحرك وتعمل حاجة عشان تتخلص منها. انت بقى مش عايز تعمل الحاجة دي من كتر ما المشاعر السلبية دي موجودة، فانت حتى مش قادر تعمل الشيء اللي هيوديها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. بشتغل مع عبد الله العنيزي، هو حد جدا معروف يعني، وبيقدم بودكاست ويتكلم كتير عن الشعر وليه فيديوز كتيرة. والغريب أو العجيب إن الفترة دي أنا مهتم بالشعر أو بحب الشعر، بحب المعاني اللي بتبقى فيه، وقدرة الشعراء إن هم يوصفوا الحاجات اللي عندهم والمشاعر بطريقة رائعة. والله أدري إنك تعبت، وداري إن الطريق طويل، وداري إن السعي مضني، وداري إن في مشقات وعواقب كثيرة في الطريق، لكن ما في أحد وصل إلى النجاح والحياة السعيدة بالسهولة. الجميع مشوا على البيت اللي يقول لا تحسب المجد تمرا أن تاكله. لا لا لا، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. ما راح توصل إلى المجد إلين تاكل الشوك، إلين تتألم، إلين تتعب. الموضوع مو سهل، لكن دائما حاول انك تواصل مهما كان طريقك صعب. خلك مثل الشاعر اللي قال: ما تعثرت ارتباكا يا حصى او جنوحا لاختصار الالف ميل، ليس ذنبي ان دربي ما استوى، كان ذنبي ذوب احلامي طويل. راح تتعثر في الطريق، لكن قم وواصل، وخل دائما طموحاتك في اعلى السماء. لا تكون طموحاتك بسيطة، حتى لو ما قدرت تحقق الطموحات العالية راح توصل لبعضها. المتنبي يقول: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر الحقير يضع. في بقى حقيقة عن الحياة دي مؤلمة جدا تانية، ان انت حتى لما هتبلغ المجد اللي انت عايز تبلغه ده، او لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. حتى لما تعمل كل ده وتجاهد وتكون حياتك فترة سيئة، ولما توصل للمجد ده مش هتكون مكتفي، مش هتكون خلاص كده انا حققت هدف حياتي. لا، هي في حقيقة صدمة عن الحياة. انت كل ما هتوصل لحاجة هتبقى عايز حاجة اكتر، وهتبقى قاسي على نفسك اكتر
وده شيء سيء، مش بقول للناس تعمل كده، بس برضه هتكون بتطلب من نفسك زيادة. ففكرة اللي هو ايه، اتعب 6 شهور بعدين خلاص، اتعب 3 شهور بعدين خلاص، اتعب سنة بعدين هترتاح. الحياة مش كده. الحياة ربنا خلقنا فيها حياتنا فيها سعادة وفيها حزن وأسى ومآسي ومصائب ابتلاء، فدي طبيعة الحياة. المشكلة الأصعب والشيء اللي فعلا بقى التحدي الحقيقي إن احنا بقى نحاول نوازن، نتعامل مع المشاكل بصبر، يكون عندنا أمل، وده جهاد نفس في الأول. المهم بقالي كام يوم يعني بظبط نومي والوضع أحسن شوية، وبحاول برضو أشتغل بس بنفس شوية هادي، ما أكونش بطالب نفسي دايما إن أنا أشتغل وأنجز وأنتج. ساعات بيبقى الواحد المفروض يأكسبت خلاص إنه إيه، على فكرة ممكن تستسلم يومين بعدين تبدأ تاني، انت مش هتستسلم طول حياتك. ومش بتكلم هنا استسلام خلاص نهائي، قصدي ان هو ايه يا اخي، لو انت ماشي في طريق وجات حاجه كعبلتك وقعت على الارض ووشك بهدلت وخلاص، يعني فاهم، الدنيا بهدلتك خلاص، انت وقعت، تقبل بقى ده. في ناس بقى تقع وتقرر تفضل بقى شويه، هفضل قاعد كده كام ثانيه، ده مش استسلام، ودي رفاهيه اصلا. في ناس ما عندهاش الاوبشن ان هي ترتاح يومين مثلا. الحمد لله مثلا في شغلي او في وضعي عندي الاوبشن ده. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الحمد لله في الحياة انت لو حاولت واخدت ريسك كبير ومت مش هينفع تبدأ من الاول، بس ممكن تفشل، فدي الحاجة اللي ممكن نعملها. خلاص يلا نفشل عادي، نقدر نقوم تاني. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل